اكيد كلنا شفنا مؤخرا الاخبار اللي كتتعلق بالاصابه ديال تيبو كورتوا في الرباط الصليبي، والاصابه كانت خايبه بزاف واللي غادي تخليه يغيب على الاقل مده ديال 6 اشهر. والسؤال المطروح حاليا ما بين الجماهير المدريديه هو شكون يقدر يعوض الغياب ديال كورتوا في ريال مدريد، ولا بالاحرى شكون هذا الحارس اللي غادي تقدر ريال مدريد تعاقد معاه ويكون بنفس جوده واستمراريه تيبو كورتوا. الحارس العملاق اللي يقدر انه يحفر الاسم ديالو في التاريخ ويكون من افضل الحراس اللي دازوا في تاريخ المستدير. ومباشره من بعد الاصابه ديالو بدات الجماهير كتقترح بعض الاسماء اللي موجوده على الساحه بحال كيلور نافاس وديخيا الحارس ديال مانشستر يونايتد مؤخرا، ولكن الاسم اللي دار ضجه خصوصا ما بين الاوساط المغربيه هو العملاق المغربي ياسين بونو. اكيد كلنا كنتفقوا على الجوده والاحترافيه ديال ياسين بونو، وخصوصا من بعد الاداء الخرافي اللي قدمه في كاس العالم والمساهمه ديالو الكبيره خصوصا ضد اسبانيا في ركلات الترجيح، الشيء اللي غيخلي بزاف ديال الناس يتساءلوا على الوجهه المستقبليه ديالو. حاليا وخلال تصوير هذا الفيديو ما كاين حتى شي خبر رسمي كيربط ياسين بونو بالملكي ريال مدريد، ولكن بزاف ديال المصادر كتاكد على ان ياسين بونو هو المرشح الاول لحراسه عرين ريال مدريد. اشبيليا حاليا طالبه في ياسين بونو 20 مليون اورو، واي فرقه بغات تفاوض على الصفقه الاداره ديال اشبيليا فاتحه البيبان ديالها للتفاوض. التخوف اللي غادي يكون عند ريال مدريد من ناحيه الصفقه هو الغياب ديال ياسين بونو لمده شهر تقريبا بسبب كاس افريقيا، وهذا الشيء اللي غادي يقدر يكون عائق للصفقه. اكيد كمغاربه وكمشجعين ديال ريال مدريد كنتمنوا ان ياسين بونو يكون هو الحارس الاول ديال الملكي. هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو. باي، ونشوفكم في فيديو جديد.